لابد لأصحاب المولدات أنه يلتزمون بالتسعيرة المقررة، ولكن توصلنا مناشدات وشكاوى من المواطن تتعلق بعدم تطبيق أصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية. ومرات السببين احنا كمواطنين بكل صراحة. مثلا في منطقة المنصور نشروا رقم هاتف للشكاوى بعد ما سعروا الأمبير ب 12,000 دينار، ولكن الناس ما حد ما يشتكي. يعني بعد شو يسوون هم؟ إذا اشتكوا أكيد الجهات الأمنية المختصة راح تعالج الموضوع، وإذا تسكتون أكيد أبو المولد راح يستمر على ما هو عليه. أبو المولد سعر الأمبير 20,000 أو 25,000، فالمواطن يحكي ويتململ وبعدين يدفع، فهنا أكيد ما راح يصير حل للموضوع. والبارحة أيضا بمنطقة الدورة تم رفع مولدة أهلية مخالفة للتسعير بعد ما الأهالي اشتكوا، جت قوة أمنية وفق قرار رفعت المولدة. قدمها شوي قدام. عليك الدور. يلا شباب. نار ولد متعورون. قدم شوي قدم لي قدام. امير امير. هذا سلم ذهب. حرك يا ولد يلا اتحرك. يلا اتحرك يلا. اللي يجيب الجيجاره لا طفيها بحلقه. هذا قاعد بالقبر.